مساك الله خير ابو حنين. هلا حبيبي. اسعد الله مساكم ومبروك على الفوز. يبارك بعمرك ان شاء الله. ابو حنين، كنت عند التحدي هجمت من الصحافه الاتحاديه ومن الجماهير، وكنت ترد عليهم بابتسامه دائما، وفي المداخله السابقه معك على بالروم نادي الاتحاد قلت انتظروا الاتحاد وسترونه بوجه جديد. ما الذي حدث في الاتحاد ابو حنين؟ والله ولا شيء، الاتحاد هذا هو الاتحاد، هذا هو معدن الرجال الموجودين. مجرد انه يعني شويه غبار كذا تنفض ورجع النمر من جديد يجري في الملعب وكذا. لسه قدامنا مشوار طويل، لسه ما وصلنا للشيء اللي احنا نبغاه. صحيح انه احنا ان شاء الله باذن الله نحن في الطريق الصحيح، لكن هذا مو طموحنا ان شاء الله باذن الله تحقيق بطوله اسيا. صدقني انه هذه ما حتكون نتيجه مباراه او مباراتين او ثلاثه، هي كل طموح توقفنا على العمل، نستمر ان شاء الله في العمل. عندنا طموح، عندنا الرغبه، عندنا قال نكمل على الشيء اللي احنا عملنا عليه. ان شاء الله بتكاتف الجميع، وان شاء الله بتشجيع وبالدعم من الجميع، من الجمهور، من المسؤولين، من الاتحاد اللي بالنهايه يكتشف ان شاء الله باذن الله. ابو حنين، فعلا انت وعدت قبل كذا ان الاتحاد سيعود وبقوه، فعلا عاد وارعب، بدا او فعلا ارعب خصومه من الانديه السعوديه او الخارجيه. ابو حنين، بس سؤال اوجهه لك، هل تراجع الاتحاد في الشوط الثاني؟ هل هو تكتيكي ام عامل لياقي عند اللاعبين؟ اول حاجه لما انا قلت في الايام اللي الاتحاد ان شاء الله حيعود معنا انه الصاعد، الواحد الحمد لله يعني ما عمل في المجال الرياضي الا كون خبره، والحمد لله ساعدته كثير انه هو يرى الامور في المنظر الصحيح، بعيد عن العاطفه، بعيد عن التشنج، بعيد عن الانفعالات او اي حاجه ثانيه. الكلام كان واضح، نظره واقعيه للفريق، هذا هو الحاجه. اما بالنسبه للشوط الثاني طبعا احنا كنا حريصين انه احنا ما يكون في ارهاق كبير على اللاعبين. لا تنسى انه احنا باقي لنا تقريبا 6 مباريات مهمه في خلال اسابيع بسيطه جدا. ال6 مباريات هذه حيكون كلها مباريات حاسمه مهمه جدا. بعد 4 أو 5 ايام من يوم الاحد ان شاء الله عندنا مباراه مع نادي الاتحاد كاس الملك، وبعدين الخميس مره ثانيه مباراه الاياب في الحلم، بعدين الربع اللي بعده مباراه مع بلديه تليفور في البطوله الاسيويه، مباراه حاسمه لازم ان شاء الله بدنا نسعى الفوز فيها عشان نقدر نضمن التاهل مباشره. بالفعل المدرب يعني وجه اللاعبين ان هم ما يحاولوا يبذلوا مجهود كبير عشان كمان لا يكون في احتكاك او اي بطاقات صفراء لاي لاعب كان مهدد او عنده بطاقه قبل كذا، عشان انه احنا نلعب المباراه القادمه بكل اللاعبين. يعني يمكن حتى الجميع لاحظ صحف كثيره كانت تكتب مثل بعض اللاعبين الموقفين ما حيقدر يشارك ولا حاجه. ما حبينا نعلق على الكلام هذا، حتى الرد يكون في الملعب. اطمن الجميع ان شاء الله باذن الفريق كامل، لا يوجد اي خطوات لاي لاعب، ونختار ان شاء الله بالسلام. طيب استاذ محمد، سؤال مره اخرى، لاحظت اليوم المباراه يعني تجاوز تحدى من الحكم اللاين يعني بشكل غريب وملفت للانتباه. هل بيكون في توجه من الاداره او كمدير في الفريق؟ ما سمعت اخوان ايش؟ استاذ، يعني انا توجه اليوم غريب من الحكم اللاين من الخطين، يعني 7 تسللات حسبها على لاعبين الاتحاد غير صحيحه بتاتا. هل في توجه من الاداره ترفع الاتحاد الاسيوي تتكلم شيء؟ شوف انا بقول لك على حاجه، بكل تاكيد انه حيكون مخاطبه للاتحاد الاسيوي على الموضوع، حتى لو مو بشكل رسمي بشكل ودي او بشكل هذا، لازم يكون في تسجيل موقف بالنسبه للاخطاء اللي حصلت من الحكم في الخصوم في المباراه هذه. حتى المباراه كان في كثير اخطاء تشتتات، يعني اليوم كان ممكن يصاب محمد نور في كره حتى ما حسب لها خطا، وهذا كان ممكن ان يخرج المباراه من مسارها الصحيح. لكن الحمد لله الجميع الاتحاد كانوا قادرين على ضبط اعصابهم، وهذا هو المهم. لكن اكيد بكل تاكيد حيكون في خطوه حفظ حقوق هذا الاتحاد. استاذ محمد، انت معروف عنك انك تحب تعمل في صمت، ولكن نبغى ننتزع منك كلمات. هل الاتحاد سيحقق بطولتين الان، الاسيويه او كاس الملك؟ والسنه هذه تاهل اسيويه، تاهل دوري صدقني والله العظيم يعني ما يرضى طموحنا اقل من الشيء هذا، نحقق بطوله الكاس ونتاهل لاخر دوري ان شاء الله. ما يمكن والله العظيم ما نشتغل ولا نعمل
ولا نحاول نجدد نجتهد الا عشان تحقيق الهدف هذا. ما نبغى نتكلم بالكلام هذا ولا نبغى نوعد، نبغى نعمل ان شاء الله على تحقيقها، وان شاء الله باذن الله الله يعطينا على قد نيتنا ونحقق الشيء اللي احنا نبغاه. استاذ محمد انا شاكر مداخلتك مع روم نادي الوطن، وان شاء الله في مداخلات ثانيه في افراح ثانيه، ومبروك الفوز ويعطيكم العافيه على المجهود. شكرا. يا